السلام ነው ለምሳሌ በደንብ የሚያሳዩን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መመካት ማለት መንገዱ ላይ እስካለን ድረስ ሐቅ ላይ እስካለን ድረስ ወደ ሞት ይሄድንም ወደ ጥፋት የሚመስል ወይም በዱንያ እይታ ይሄድንም ግን በአላህ ላይ ያለን መመካት ምንም አይናወጥ ነብዩላህ ኢብራሂም ያን ነው ያደረጉት ሳት ላይ የተጣሉ ጅብሪል መጣና አለከ ሐጃ ጉዳይ አለህ ወይ ማግዝህ ነገር አለ ወይ ሲላቸው إن كان إليك فلا ወደ አንተ ከሆነ የለኝም ነው ያሉት وإن كان إلى الله فهو أعلم بما أنا عليه ወደ አላህ ከሆነ ደግሞ ያለውበትን ሁኔታ ያውቃል አሉ حسبي الله ونعم الوكيل ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸው መንገድ ያዙ ተብለዋልና በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወትም ውስጥ ይህንኑ ትርጉም እናያለን ሰዎች በሙሉ ተሰበሰቡ አንተን ለማጥቃት እየዶለቱ ነው ሲባሉ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار إبراهيم عليه السلام سات ላይ ሲጣሉ አሏት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ህዝብ ከቦ ሊያጠቃህ ነው ሲባሉ እቺኑ ቃል አሉ አንቢያዎች ያን ሐሳብ የነበረን ኮንሴፕቱን ወደ ህይወት አውርደው ቀጥታ ምድር ላይ ሲራመድ ያሳዩናል ማለት ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳት ላይ በሚጣሉበት ጊዜ ሳቱን ቀርቦ ለመጣል የማይቻል ስለሆነ በሚንጀኒቅ በወስፈንጠር ነው የተጣሉት ሰዎች መቅረብ አይችሉም ነበር አሞራ ከላይ መብረር አይችልም ነበር ጠልፎ ይጥለው ነበር ሳቱ የነብዩላህ ኢብራሂም ግን የታሰሩበት ገመድ ብቻ ነበር የተቃጠለው ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላመን على ኢብራሂም ቀስቀስ ያለች የተመቸች ሰላማዊ የሆነች አየር በአثر ምን ተገኝቷል ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በህይወታቸው ምቾት ያለበት ቦታ እንደዛ አይነት ቦታ አይተዋወቁም ሱብሃንአላህ هذا هو التوكل በአላህ ላይ ተወኩል ያላቸው ሰዎች የመጨረሻ ጥፋት የሚመስል ሁኔታ ላይ ሆነው አላህ ላይ ያላቸው መመካት نك أيل أنا لا يعنيني أنا حينما أدعو الناس إلى نبي الله لا أحب أن أتكلم في خلافات الناس اختلف المذاهب ولا أتكلم في خلافهم بل لا يعنيني لما اختلف لا يعنيني أن أتبع نبي الله ولا أختلف فيه أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه ليه اختلف الشافعي مع مالك أنا لا يعنيني لو سألتني لما اختلف محمد وموسى أجبتك لم يختلف محمد ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم نتبع الأنبياء اختلف الناس ما لنا وللناس أخطأ الشافعي وأخطأ مالك يجيبون الله يوم القيامة ما لي ولهم على الله لي عند الله أن أتبع نبي الله قال الله الآية 56 بعد 100 في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ما في حجة بعد محمد عليه الصلاة والسلام اختلف أبو حنيفة ما لي وللرجل اختلف فلان ما لي وللرجل ديني لا يعنيني اختلفوا فليجيبوا ربهم لما اختلفوا وفيما اختلفوا إذا سألني الله قلت له قال الله قال رسوله هذه حجة الله لا تبعثوا الأموات من قبورهم لا تبعثوا الأموات من قبورهم مات أبو حنيفة ومات مالك ومات الشافعي ومات أحمد وأبقى الله لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء قال بعدها ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابهون اللي بيتبع اليوم الناس والمذاهب والمشايخ هذول متشاكسون مختلفون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون والذي يتبع محمدا يتبع رجلا واحدا لا شكس فيه
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل، هل يستوون مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. لا تبعثوا الموتى من قبورهم، من احتج فليحتج بنبي الله عليه الصلاة والسلام، تبلغه صلواتكم وسلامكم. قولوا اللهم صل على محمد، وصلته صلاتكم بأسمائكم. قال الله له صلى عليك فلان وفلان وفلان، ثم صلى الله بها عليكم 10. طيب لو صليتم على أبي حنيفة تبلغوه؟ يصلي الله عليكم؟ فرحم الله أبا حنيفة ورحم الشافعي. ديننا الذي ندخل به الجنة. طبيبة سعودية تقول: دخل علي رجل يسمى محمد في 30 من عمره، ومعه أم يحضنها لأنها تريد أن تهرب منه، وترمي خمارها فيعدله، وتعض يده وتخدشها وتبصق في وجهه وهو يتبسم. دخلت في العيادة أمه ثم رمت خمارها وبدأت تضحك ضحك المجنون الذي لا عقل له، وتدور على طاولة الطبيبة. سألت الطبيبة محمدا: من هذه؟ قال: أمي. ما بالها؟ قال: ولدت بلا عقل. كيف أنجبتك؟ زوجها جدي لأبي عسى أن ترزق بولد، فتزوجها أبي فطلقها في العام الأول، وحملت بي وأنجبتني، ومنذ أن كنت في العاشرة وأنا الذي أخدمها، أطبخ لها، إذا أردت أن أنام أربط قدمي في قدمها أخشى أن تهرب ولا أجدها. ماذا أتيت بها؟ قال: بها السكر والضغط. والأم تضحك وتقول: أعطني بطاطس، فيعطيها، تبصق في وجهه فيضحك ويمسح بصقتها. ثم قالت له: هذه أمك لا تعرفك؟ قال: لا والله ما تعرف أني ابنها، لكن الذي خلقني يعلم أنها أمي. ثم قالت: يا بني، وتناديه: أنت كذاب، ليه ما توديني المكة؟ ترى مكة في الشاشة. قال: الخميس يا أمي، أما قلت أني سأذهب بك في الخميس؟ فقالت الطبيبة: أتذهب بها وقد زال التكليف عنها؟ تذهب بها للعمرة؟ قال: كلما أرادت مكة أذهب بها، لا أريد أن تتمنى شيئا وأنا قادر على تحقيقه ولا أعمله لها. ثم خرج مع أمه مع الباب، وأغلقت الطبيبة الباب وبكت بكاء مرا لذيذا. قالت: سمعت عن البر، لكن أن أرى شابا أمه لا تعرفه وحياته تحت قدمي أمه يخدمها حتى يقضي الله بينه وبينها صفحة بر جميلة، قادر كان أن يرميها في مصحة للأمراض العقلية، لكنه أراد رفقتها ليبقى باب الجنة مفتوحا في حياته. اللهم لا تحرمنا فضلك.